اللي ما عمل الحركة هاي فات منه كتير. بعض الأشياء لازم تتاكل على أصولها وتنعمل على أصولها. اليوم رح نحكي لكم قصة المحشي، كيف صار وليش صار. هاي كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام. جوعانين؟ تعالوا نساوي عشاء خفيف. محشي. اوكي. يحكى في قديم الزمان كان في ملك، والملك هذا كثير ظالم. اتفقوا الطباخين تبعه انه يسمموه يقتلوه مشان يخلصوا منه وظلم الشعب تبعه. فاللي صار قالوا لازم نعمل له أكلة، هاي الأكلة تسممه ويموت. فحكى رئيس الطباخين انه خلينا نعمل له أكلة من كل أنواع الخضار ونحط فيه كتير بهارات، ونحط بهارات كتير مشان يتسمم فيها، نخلط كل أنواع البهارات سوا. ففكروا جابوا رز وجابوا لحمة وجابوا درس بندورة وبندورة، عرفتوا كيف، وزيت وسمن، كل شي يرفع الكوليسترول، كل شي يدمر شرايين القلب. طب رئيس الطباخين شلح الساعة وخلط خلط خلط، عمل السم اللي حيقتل فيه الملك. تمام، وجاب باذنجان وحشاه بالسم، وهو كتير هيك متشجع يعني. بعدين جاب كوسها وحشاها كمان بالسم. خلاص ناوي يقضي على الملك. أخذ قرار، وكمان هيك هندسهم ونظفهم، وجاب فلفلة كمان وحشاها. وفي يعني حط هو بطاطا ما كان عندي أنا وجاب فلفلة حمراء، يعني حشى كل الخضروات بطريقة ما بخلطة السم اللي حكيناها. حتى حط له بصل مشان أي نوع يحبه ياكله كتير. شوف كيف تنحشي البصلة. حطها بالطنجرة وخلاها تبقبق تبقبق هيك. سوى صلصة حمراء يعني وحطها فوقها. هاي شوربة زاد المحشي. عنده تبلة المحشي فسواها شوربة كمان. المحشي بذاته. قال لك إذا ما قتل المحشي حتقتل الشوربة، يعني ميت مني. عرفت كيف؟ يا سلام يا سلام. مع اني انا بحب شوربة المحشي اكتر من المحشي بذاته. وحط له اياه بصحن هيك، والامور تمام، منظرهم بيلمع نضاف ما شاء الله. وجنبه صلصة، وحط كل وحدة هيك لحال، وحاول يقدم له اياهم بافضل طريقة ممكنة مشان الملك ما يحس. وقطع لهم اياهم هيك، قطع الباذنجاناية، الرز مفلفل، كوساية فلفلة كمان، ليش علقتي فلفلاية، وفيك تحطوا بطاطا وفلفل حمرا شو ما بدكم. حط مرقة شوي، حتى بالمرقة حاطط شوية بهارات تقيلة مشان السم يمسك معه. والملك أكل، وتاني يوم صحي وقال له بدي محشي.